على فكره اصلا انا مش عايز اتجوز وقت البات وابقى انسانه ماليش لازمه. في كتابه استراحه نفسيه كريم اسماعيل كان بيتكلم عن اننا عايشين في عصر الانجاز المزيف، وان كل واحد بيتابع مشهور من مشاهير السوشيال ميديا شايف ان الحياه بتاعته دي احسن حياه في الدنيا، دي الحياه اللي انا عايزها، دي الحياه اللي انا اتمناها، دي الحياه اللي هتخليني سعيد. ولان حياته مش زي حياه الشخص اللي على الانستجرام اللي هو متابعه، فدايما حاسس ان هو مش منجز ولا عامل اي حاجه في حياته، ان هو شخص فاشل ما انجزش اي حاجه. الست والدتك مثلا بتصحى الساعه 7 الصبح كل يوم وتصحيك وبتستحمل الوقت اللي انا بتصحى فيه، ما هو البيت كان قاعد لحد الساعه 1 بالليل على التليفون يلعب، فده بحد ذاته انجاز. لما تخلص الفرض المنزلي اللي خدته مره في المدرسه ده انجاز، لما تقرا صفحه من كتاب ده انجاز، لما تصحى كل يوم الصبح بدري تصلي الفجر ده انجاز، لما تصلي 5 صلوات كاملين ده انجاز. مش لازم الانجاز ان انا ابني اعلى ناطحه سحاب في العالم، او ان انا ابقى اغنى شخص في التاريخ، او ان انا ابقى انجح شخص في العالم. ومعادله النجاح بيبقى في احد طرفيها الموهبه، فانت ما ينفعش تبقى انجح حد في العالم ولو كان كلهم فتوات، مين اللي هيتضرب؟ ومن احسن الجمل اللي قراتها في كتاب استراحه نفسيه ومعلم عليها: لكي تصل للنجاح دون قتل سعادتك عليك ان تقوم بدورك فقط في المعادله وان تترك كل شيء بعد ذلك على الله. ولو حسيت ان الجو برد شويه اشرب سحلب، السحلب بيدفي.